لو أنت هتبدأ أونلاين بيزنس أو لو أنت عايز تطلق كورس ليك ومش عارف تحدد أنت هتتخصص في إيه أو هتعمل كورس في إيه، فدول 5 أسئلة هيساعدوك إن أنت تختار مجالك أو تختار الموضوع الكورس بتاعك. أول حاجة هتبدأ إن أنت تعمل مربع بالشكل ده. المربع ده هتكتب فيه أول حاجة المجالات اللي أنت خبير فيها، مجالات أنت عندك خبرة فيها، فأول حاجة هتعمل هنا تسميها خبير، وهتبدأ إن أنت تعمل بالشكل ده مربعات بالشكل ده، وتكتب مثلًا هنا مثلًا الsearch engine optimization، مثلًا الads، مثلًا المحتوى، هتكتب مثلًا الads، المحتوى مثلًا تصميم المواقع، وتبدأ إن أنت تدّي rate لكل واحدة من دُولة أنت خبير فيها بكام من 10. مثلًا تقول مثلًا أنا هنا خبير مثلًا ب9، هنا مثلًا خبير بمثلًا 5، هنا مثلًا 10/10، هنا مثلًا 8/10. بعد ما تحدد المجالات اللي أنت خبير فيها، هتبدأ تحدد إيه هو المجال اللي أنت عندك استعداد إن أنت تساعد فيه الناس، وإن أنت تقدم قيمة، إن أنت تساعد فيه الناس، وإن أنت تقدم قيمة، وإن أنت تحل مشاكل عملائك في المجال ده، وإن أنت تدّي قيمة وتساعد الناس بحيث إن هم يتطوروا في المجال ده. يبقى تاني حاجة هتبقى إيه؟ المساعدة. فتقول أنا مستعد إن أنا أساعد الناس في موضوع مثلًا الSEO مثلًا بنسبة مثلًا 10/10، في الAds مثلًا 10/10، في مثلًا المحتوى مثلًا 8/10، في تصميم موقع مثلًا 7/10. بعد كده هتبدأ تسأل نفسك إيه المجال اللي أنا متخصص فيه أكتر، هتشوف أنت أنهي مجال أنا متخصص فيه أكتر، وأنا يعني مرحلة أكتر من الخبير، يعني أنا الناس عارفاني في المجال ده، الناس عارفة إن أحمد بتاع المجال ده أو بتاع الشيء ده. لمّا نقول أحمد يبقى أحمد مثلًا بتاع تصميم مواقع، أحمد بتاع الsearch engine optimization، أحمد مثلًا بتاع الsales funnel. أبدأ برضه أعمل add rate، مثلًا أقول مثلًا هنا مثلًا 5، هنا مثلًا 6، هنا مثلًا 7، هنا مثلًا 10. هابدأ إن أنا أكتب أرقام حقيقية وأرقام فعلية، مش إن أنا أكتب يعني بشكل افتراضي. حددت المجال اللي أنا خبير فيه، حددت المجال اللي أنا عندي استعداد إن أنا أساعد الناس فيه، حددت المجال اللي أنا متخصص فيه. بعد كده أبدأ أقول الشغف، أنهي مجال من دول أنا شغوف فيه، وأنهي مجال أنا باتعلم باستمرار، وأنا باسمع فيه فيديوهات، وأنا مش بامِل من إن أنا أعمل search وأقرا مقالات وإن أنا أشتري فيه كورسات. هابدأ برضه أعمل rate، أقول مثلًا هنا 10، هنا مثلًا 6، هنا 7، هنا مثلًا 8. بعد كده هابدأ أحدد أنهي مجال هو أكثر ربحية، أو أنهي مجال هو دخّل لي فلوس السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها، أو أنهي مجال أنا شايف فيه فلوس دلوقتي وعليه طلب. بعد كده هيبقى الربح. هابدأ أشوف هل المجال ده أنا كسبت منه فلوس فعلًا، وهل هو تقييمه إيه في وسط المجالات دي. يعني أنا الناس الفترة اللي فاتت كانت بتدفع لي على إن أنا أعمل لهم ads، والّا إن أنا أعمل لهم search engine optimization، والّا اللي أنا أعمل لهم إعلانات، والّا إن أنا أبني لهم مواقع. أشوف أنهي مجال أكثر هو دخّل لي فلوس، أو هو أيامه جاية، أو اللي هو الناس، أو هو الناس مستعدة تدفع لي فيه فلوس أكتر. يعني مثلًا ممكن يكون أنا شغال في مجال والناس بتدفع لي مثلًا say 1000، 2000، 3، 4، 5000، ولكن في مجال تاني أنا اشتغلت في المجال ده جاب لي 5 عُملا مثلًا say ب10.000، وفي مجال تاني جاب لي مثلًا عميل ب10.000. فأنا لو ركزت في المجال ده أكتر، فأنا لو حصلت على 5 عُملا، فأنا في الحالة دي هاحصل على 100,000. فهادّي برضه كل مجال إيه ال الrate بتاعه، مثلًا أقول مثلًا ده 7، مثلًا ده 6، ده 5، ده مثلًا 5. بعد كده هابدأ إن أنا أجمّع الأرقام دي، أجمّع الأرقام دي وأشوف أنهي مجال من المجالات دي هو الرقم بتاعه الأكبر، ومن خلال الرقم ده هابدأ أحدد المجال اللي أنا هاشتغل فيه، سواءً أونلاين سواءً أوفلاين، أو المجال اللي أنا هاعمل فيه الكورس بتاعي. لو الفيديو ده عجبك أتمنى إن أنت تعمل اشتراك، إن أنت تتابعني،
وتشوف الوصف. انا احمد الجمال، انا بساعد الناس ان هم يبنوا اونلاين بزنس، يحصلوا على عملاء، يزودوا مبيعات.